شيخ ابدا من عندك. سمعت كلام مظلوم عبدي؟ نعم. رايك؟ هذا يكذب. يكذب؟ ابدا. انا ابن محافظه الحسكه، وكنا في مدينه راس العين سابقا في عام 2012-13. كانت المعارك على اشدها. كنا نحاول انه دائما نسوي صلح، ثاني يوم يخرقون الهدنه ويرجعون يحاربونا. الجماعه كانوا اول شيء اسسهم النظام وادخلهم الى سوريا وسلمهم مفاصل الحياه في محافظه الحسكه بشكل كامل ودوائر الدوله، مع بقاء مربعات امنيه كان تحميها قوات اليبقى والبي واي دي في محافظه الحسكه. انت لاحظ انه الرجل يقول لك انه عندي 100,000 عنصر لازم ادمجهم. طبعا ما في 100,000 عنصر، هذا الكلام غير صحيح. هو يريد يجيب بكك قنديل وايران وتركيا يدخلهم على سوريا ويدمجهم بالجيش السوري. هذا اولا. ثانيا طبعا مع تجنيسهم. ثانيا الدمج مشترط بحقوق دستوريه. اي حقوق دستوريه اخي؟ انت مواطن سوري، لك واجبات لك حقوق وعليك واجبات. انت تندرج ضمن اطار الدستور السوري اللي راح يضعونه. وفي شغله اساسيه كذلك، من شروط الاتفاق مع الحكومه السوريه مع المركز انك انت تنحل، يعني ترمي السلاح وتروح تنتسب للجيش السوري. قبلوك ما قبلوك تجلس في بيتك تدور على عمل ثاني ضمن البلد، يعني ضمن الجمهوريه العربيه السوريه. الهام احمد نفس الوقت تصرح تصريحات ثانيه. طيب شيخ، لكن الكلام البعض قال هذا كلام ايجابي وما فات. نحن الان ابناء مرحله جديده وغدا ننتظر غدا، يعني نعم. هكذا البعض يقول. فالرجل كلامه ايجابي، يعني لماذا انت تجزم انه ليس صادقا في كلامه؟ لانه من تجربه سابقه، احنا 14 سنه. هؤلاء ربما يعني تغيرت الحسابات، تغيرت الظروف يعني. طيب تغيرت الظروف، يحل الجيش حاليا، يطلع بقرار حل. ما طلع عبد الله أوجلان وقال وقفنا العمل العسكري ونزلوا البككه من الجبال. يطلع حاليا هو ويعطي امر بترك السلاح والذهاب الى دمشق للتفاوض على قال لك تحتاج وقت هذه يعني 10 سنوات. ابناء الحسكه ينامون في حدائق المرجع اخي الكريم. هذا الرجل اول شيء، احنا حتى نكون واضحين، الاخوه الكرد هناك اخوان كرد في الاصاله موجودين في سوريا من ابد التاريخ، وهناك من دخل في عام 1925 و1938. هذا من جماعه عام 1925 هو مكتوم. انا مع حقه بانه يحصل على الجنسيه السوريه. حق اي انسان يعيش في بلد ما 8 سنوات يحصل على الجنسيه. المشكله انه هذا يطلب اكثر من امور، يعني يطلب بفدراليه في منطقه الجزيره. انت يعني تطلب شيء لا تملكه، في الاساس انت مو سوري. يعني احنا يجب ان نكون واقعيين اخي الكريم. ابناء الجزيره السوريين مهجرين في درعا. نصف المعتقلين في محافظه السويداء هم من ابناء محافظه الحسكه ودير الزور والرقه المهجرين بسبب قسد، واتخذوهم رهان وقسم منهم قتل هناك. طيب وجيش قسد 80% منه عرب. اخي الكريم في شيء، هذا اول شيء استغل حاجه الناس للمعيشه، وجابوا شباب. اول شيء جندوا تجنيد اجباري في محافظه الحسكه. سابقا كان يقبضون على الشباب اللي عمره 18 سنه واللي لازم يروح على العسكريه، يا اما تنتسب لقسد او تروح على الجيش السوري اللي تحت وصايه او حمايه بشار. الشباب كانت تختار اسوأ او احسن السيئين. احسن السيئين هم قسد، يعني بحيث انه يبقى في محافظه الحسكه ولا يذهب الى دمشق ليقتل او يقتل اخيه في المنطقه الثانيه. هذا الموضوع كان يعني وما زال الى الان مادي. انا العتب مو على الشباب، هناك بعض الشيوخ او حسن، هذه نقطة الشيوخ سناتي لها، لكن أنت يعني برأيك الرجل ليس دقيقا، ليس صادقا أبدا، يراوغ جدا، يريد أن يكسب الوقت. يكسب الوقت. لماذا؟ طيب أنا راح أعطيك شغلة، يوقف حفر الأنفاق في الجزيرة والفرات، هذا هو صادق. طيب. ليش حفر الأنفاق 24 ساعة شغال؟ ليش؟ يجهز لمعركة أخي الكريم. الرجل لن يعني ما راح يترك الجزيرة والفرات بخير. من دون معارك ما راح وأنا متأكد 100% من دون معارك لن تعود الجزيرة والفرات إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. متأكد من هذا الشيء 100%. طيب أستاذ